طيب تكملة بقى للكلام اللي كنا بنقوله، وانا لسه متخرج جديد. اكتشفت بقى ان انا بقول لك انا لسه متخرج جديد، فاكتشفت ان انا محتاج يبقى عندي حاجه خير اللهم اجعله خير اسمها سي في، ويبقى فيه انجازات ويشد الريكروترز وبيتكلم عني وبيمثلني وكل الكلام دوت. دايلاما. دي حاجه، والحاجه التانيه ان انا برضو لازم يبقى عندي قال يعني الناس المحترفين دولت بقى واللي في سوق العمل عملوا كوميونتي ليهم لوحدهم وسموا الابلكيشن ده لينكد ان، وانا بقى محتاج يبقى عندي بروفايل على لينكد ان في برضو كل حاجه بتحكي عن انجازاتي، وانا ما عنديش انجازات ومش عارف ابقى زي الناس لسه دي. خارج جديد. بالظبط. فانا عايزك تكلمني شويه ايه السي في بمنتهى البساطه، واكيد كل الناس عارفه اللي هو اللي بكتب فيه اسمي وعنواني بس ايه هو اهميته، وايه اهميه اللي انا يبقى عندي لينكد ان بروفايل، خصوصا انا بتكلم للشباب اللي هم خريجين التك. طيب خلينا الاول نبقى متفقين يعني بشكل عام انه ما فيش حاجه اسمها ان انا ما ينفعش يبقى عندي سي في. يعني بسم الله الرحمن الرحيم لازم يكون عندي سي في. والله ايه اللي جواه دي ممكن نتكلم فيها، بس انا لازم اكون من وانا في الكليه احاول ان انا يكون عندي سي في من اقرب فتره ممكنه، يعني باولى تانية وانا لسه في الاول احاول احفرك في ان انا اعمل لنفسي السي في. اوكي. ليه؟ اولا هتتعلم، انت عشان تعمل سي في هتروح تدعبس ازاي سي في بيتعمل. هيبقى عندك النولج بتاعت ايه، يعني من دعبستك او من تدويرك ده هيبقى عندك النولج بتاعت ازاي اكتب السي في. هتشوف كذا حد بيتكلم عن احسن طرق كتابه السي في، طب تكتب ايه ما تكتبش ايه، هتبدا تفهم التبس اند تريكس في كتابه السي في. ما تجيش تضيع وقت في الفتره اللي انت مثلا بتبدا تابلاي فيها فعلا على شغل وتكتشف انك ما عملتش سي في، او انت ما لسه محتاج تضيع وقت في عمايل السي في. طيب فالسي في احنا اتكلمنا في انه دي ما فيهاش حاجه لازم نقاش، اعملها. لازم تكون موجوده. اوكي. لينكد ان دي واحده من الحاجات او واحده من الاماكن اللي لو انت عملته بشكل مظبوط ده ممكن يبقى احد السورسز للتدوير على شغل. انا جربته كذا مره واشتغلت من على لينكد ان اصلا. يعني لينكد ان بيشغل؟ انا اشتغلت من على لينكد ان، انا في شغلي الحالي بسبب لينكد ان، انا في شغلي الحالي دلوقتي أوكي. بسبب لينكد ان. اوكي. فلينكد ان لو معمول بشكل مظبوط برضو انت ناهينا عن قصه ان انت ممكن تابلاي منه على شغل، انت الريكروترز بيبداوا يابروتشوا الناس من على لينكد ان. يعني مش العادي ان الريكروتر يبقى متصل بيا على التليفون، ولا العادي ان الريكروتر يكلمني على الواتساب. الطبيعي ان الريكروتر ده بيديد هيز هوم ورك او بيدوا الجوب بتاعته ثرو لينكد ان، ثرو سبيسيفيك كي وورد، عندهم كاستم سيرش للريكروترز اتسترا. فبيبدا ان هو المين شانل او المين ستريم بالنسبه له هو لينكد ان. فكل ما كان البروفايل بتاعك فت اكتر للرولز اللي الريكروترز بيدوروا عليها، هم هيجوا يكلموك، انت مش هتستنى ان انت تابلاي. تمام. اوكي. طيب احنا فريشرز او احنا لسه بنقول يا هادي في الاول اكتب ايه؟ في الاثنين كده كده في الغالب في الاول اللي بيكتب في السي في زي اللي بيكتب في لينكد ان، ما بتفرقش كتير. اكتب ايه؟ في سيكشنز مفيش فيها نقاش، يعني لازم 100% تكون الانفورميشن بتاعتك موجوده بشكل مظبوط. لازم يكون رقم تليفونك موجود، لو بتقدم على بوزيشنز بره مصر يكون في كود الدوله اللي انت قاعد فيها. اللوكيشن عشان اللوكيشن فيه بيفرق مع شركات كثيره جدا، على الاقل المحافظه والبلد لو انت بتابلاي بره مصر. اوكي. لو في جيت هاب اكونت برضو ده تمام، لو في لينكد ان اكونت برضو تمام. فكل ده في الانفورميشن او في البايو بتاعه السي في ده كل ده لازم يتكتب. اوكي. الجزء بتاع الاديوكيشن انت مطلوب منك تكون كاتب اسم الجامعه اللي انت فيها، مطلوب منك تكون كاتب الدرجه الجامعيه اللي انت تدرسها دلوقتي لحد ما تتخرج، او لو انت اتخرجت تبقى كاتب درجه الجامعه اللي انت اتخرجت بيها من الى. مهم جدا عشان في شركات بتبص على انت هتبقى تتخرج السنه دي، تتخرج السنه الجايه، اتخرجت اوريدي، طب خريج بالك قد ايه، فدخلت في شهر كذا سنه كذا لشهر كذا سنه كذا، دي مهمه. فده بيتكتب في الجزء بتاع الجامعه. مش محتاج تحشي حشو اكتر من كده، يعني مش محتاج تكتب كورسات، مش محتاج تكتب كل التفاصيل دي. انت مش بتقدم على منحه او مش بتحضر ماسترز، دي بالنسبه لك مش مهمه. الوركينج اكسبيرينس وده اهم سيكشن في السي في. لو قدرت ان انت كفريشر تعمل انترنشيبس او تاخد تدريب في الفتره بتاعه الجامعه، لازم يكون موجود في الاكسبيرينس سيكشن، وتهايلايت في الاتشيفمنتس اللي انت عملتها في الانترنشيبس دي. وكل ما كنت مهايلايت الامباكت بتاعك اللي انت عملته ده، الامباكت بتاعه كان عامل ازاي، ده بيلفت نظر الريكروترز. طبعا كل ما قدرت تحط كي ووردز من الكي ووردز اللي الريكروتر بيسيرشوا بيها على جوب تايتل معين، او اللي انت عايز تقدم بيه على شغلانه معينه، انت عايز تقدم بيه، طبعا ده كمان بيساعدك ان السي في يعدي الاوتوماتيك ديتكشن او اللي هو الاي تي اس او وات ايفر السوفت ويرز اللي بتبقى موجوده عشان تفلتر اوت السي فيز في المرحله بتاعت السكريننج يعني.
وبعد كده انت بقى بتليست اوت السكيلز بتاعتك، سواء بقى تكنيكال سكيلز نون تكنيكال سكيلز. ما بنكتبش الحشو بتاع اصل انا بعرف اورك اندر بريشر والتايم ليه مانجمنت. ما انا بعرف ورك اندر مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. الفكره كلها ان ده استيميت، يعني ده انت كاتب انت بتعرف تعمل بتورك اندر بريشر او بتعرف تعمل تايم مانجمنت بناء على ايه يعني؟ ليه ما انا في كاتب مقياس ان مين؟ الكوميونيكيشن 90% مش عارف أيوة، في البرزنتيشن مقياس سكيلز مين؟ 3 او ده 5. بالنسبه الخمسه دي بالنسبه لمين؟ فاهم؟ احنا اوكي. في الاول وفي الاخر لما تيجي تخش البروسس بتاعت الانترفيو بيبان. احنا بنسال اسئله بتبين اذا كان اللي قدامي ده عنده ليدرشيب سكيلز ولا لا، عنده كوميونيكيشن سكيلز ولا لا، بيعرف يورك اندر بريشر ولا لا. ما هو كده كده في سيناريوز بحطك فيها في الانترفيو، باخد ردودك وبناء على ردودك ببدا بالظبط. احط استيميتس. فلان ممكن يبقى عنده السكيل دي بشكل معين او بنسبه معينه وهكذا. مش محتاج تكتب لي ده في السي في، ومش محتاج تقول الكلام اللي هو ملوش اي لازمه ده في السي في. حاول تركز اكتر على الحاجات اللي ممكن تفرق في الجوب سيرش ابلكيشن بتاعك. انا بسيرش مثلا على تايتل معين، فحاول ان انت تبقى بتبص على التايتل ده او السكيل سيت اللي بتماب للتايتل ده. اوكي تمام. والسكشن بتاع السيرتيفيكيشنز والسكشن بتاع البروجكتس دي برضو حاجات لطيفه ان انت تكون حاططها، بحكم ان انت برضو ستيل في الاول الاكسبيرينس ما بتبقاش اكبر حاجه. فكل ما كان عندك بروجكتس كومبليكيتد اكتر، ما ابلاي فيها السكيل سيت بتاعتك بشكل ما او باخر، كل ما ده كان كويس ان انت تهايلايته. السيرتيفيكيشنز كل ما خدت سيرتيفيكيشن موجوده في الفيلد تكون مثلا قويه، بتهايلايت ان انت خدت السيرتيفيكيشن دي، بتفرق مع ريكروترز اللي بيدوروا مثلا على ان فلان يكون سيرتيفايد في حاجه معينه، ودي بالنسبه لهم بتكون ذا ماست. في ناس بتبص على الكلام ده بتقول لك ان ده بالنسبه لنا مثلا اوبشن، ودي از بلس، يعني اللي عامل ده بيبقى برده حاجه كويسه، مش كومبيرتور اللي مش عامل حاجه خالص. اوكي. ف مينلي دي الحاجات اللي بتتكتب. ولما بتيجي بترفلكت على لينكد ان وانت لسه في الاول، في الغالب بتكتب نفس الكلام. يعني بيبقى عندك الفرق بس ان لينكد ان بيتكتب فيه بايو مش اكتر. انا ما بنحتاجش نكتب قوي بايو في السي في، بنحس ان الموضوع بيبقى حشو بدون اي داعي. فانت وشطارتك في ان انت تشتغل على نفسك بحيث ان انت تلاقي حاجه تحطها في سي في او في لينكد ان. طيب انا بس عايز اسالك في حاجه قبل ما ننتقل للحته بتاعه لينكد ان، لسه ليها علاقه بالسي في. انت قلت لي في سيكشنز از اي ماست اللي هي تبقى موجوده في السي في، مظبوط وزي ما اتفقنا ان السي في ده اصلا مدارس. مظبوط. مدارس بمعنى ان في حد ممكن يقول لك الاكسبيرينس او البروجكتس اللي انت اشتغلت فيها لازم تحطها لي، في حد تاني يقول لك البروجكتس حط لي اهم البروجكتس اللي انت اشتغلت فيها، على اساس ان انت في الجامعه عملت بروجكتس كتيره يعني. مظبوط. في حد تاني يقول لك لا ما تحطش البروجكت بس، وانا كفايه عندي جيت هاب ابقى اخش اشوف البروجكتس اللي فيه، وما تخليش ده سيكشن على الفاضي ونخلي سي في 3 صفحات عشان خاطر انت عندك بروجكتس. لا لا بس في حاجه ليها علاقه بالاكسبيرينس اللي هي الحاجات اللي لازم تبقى محطوطه في اي سي في. انا لسه متخرج وما كانش عندي الفرصه ان انا ادخل في اي انترنشيب اي حاجه وانا في فتره الجامعه، هل بالنسبه لي خلاص كده انا مش هشتغل؟ بص، هو انا ما اقدرش اقول لك مش هتشتغل، بس ده باد ساين. خلينا متفقين انه زمان شويه فكره ان انت تتخرج وانت لسه ما اتدربتش كانت وارده، يعني احتماليه حدوثها موجوده. أوكي. احتماليه حدوثها عاليه شويه، احتمال. أوكي. تمام. دلوقتي بقى صعب. الفتره اللي احنا موجودين فيها دلوقتي بقت الطلبه نفسهم بقى بيحطوا افورت اكتر من الطلبه اللي كانوا موجودين زمان، بلس ان الماركت ما بقاش برضو سهل الدخول ليه كومبيرتو قبل كده. فانت محتاج تحط افورت زياده. لا انا اشتغلت على نفسي، لا انا عرفت اخد انترنشيب في المكان الفلاني، لا انا عرفت ان انا اشتغل على اعمل بروجكت بالسكيل الفلاني وهكذا. فانت الكومباينيشن ما بين الاكسبيرينس والبروجكتس هو اللي هيمن او هيسكيور ليك اول شغل ليك. والله انا عرفت اعمل انترنشيب او عرفت اخد انترنشيب في مكان ما، يعني دي حاجه انا بالنسبه لي مش متخيل او مش هبقى مقتنع قوي بفكره ان حد لسه خارج من الكليه وانترنشيبس مفيش في الفتره دي. صعبه للامانه عشان ما اكدبش عليك. انا بالنسبه لي يعني دي وجهه نظري، انا مش هقدر ابلعها قوي علشان ما فيش مبرر. يعني في اكتر من طريقه تقدر تعمل بيها موضوع الانترنشيب ده يا سيدي. حتى لو مش على سكيل انترنشيب انك تعمل حاجه بفلوس، انت ممكن تبقى اوبن سورس كونتريبيوتور وتبدا ان انت تشتغل على بروجكتس السكيل بتاعها ما هواش سكيل بيرسونال بروجكت. اوكي. ومع البيرسونال بروجكت يعني كل ما عملت حاجه از بيرسونال بروجكت تكون تقيله وعايز تعمل لها هايلايت في السي في، تمام. ايه المشكله؟ انت واحد اشتغلت عملت مشروع تخرج يعني حاجه عنيفه جدا وانت فخور بيه ومبسوط بيه، تمام، كلام جميل. حط ده في السي في وهايلايت التكنولوجي اللي انت كنت مستعملها، ورينا الامباكت بتاع حاجه زي كده. دخلت بيه كومبيتيشن، تمام، ايه المشكله؟ دي حاجه كويسه وهكذا. بس ما تحاولش تطلع على نفسك مبرر. ده برضو من وجهه نظري انه انا اصلا ما عرفتش ان انا الاقي تدريب في الفتره بتاعت الكليه، ف انا الماركت ظالمني، او الماركت مثلا انا عمال ادعبس ومش عارف الاقي شغل. ما هو انت في غيرك 100 كذا واحد، 100,000 واحد
عرفوا يلاقوا تدريب، والكومبيتيشن عاليه. انت مع الوقت بسبب ان الايفولوشن اللي بيحصل في المجال ده، الشركات كمان بقت بتبص على انا ممكن اجيب مين يطلع قماش بسرعه. اوكي. فانا عايز انفست بس انا عايز اشوف اوت كم. فاهم قصدي؟ فيعني جزئيه الاكسبيرينس دي تحاول بقدر الامكان اتشقلب وحط حاجه في الاكسبيرينس دي، حط اوبن سورس كونتريبيوشن، حط انترنشيب، حط يا سيدي اي مثلا فريلانسنج اسمه ده اكتيفيتي كنت عامله مع مثلا مع كاستمر معين. في اوكي. الاول وفي الاخر دي اكسبيرينس، وفي اللي انت عامله ده بيمباكت بني ادمين، انت مش عامله لنفسك او مش السكيل بتاعك انت بس. يعني انت بتقول لي ان انا حتى لو ما جاتليش الفرصه ان انا ادخل انترنشيب، فانا قدامي طرق تانية كتيره وابواب تانية كتيره عشان يبقى عندي اكسبيرينس. فانت جبت لي فكره ان انا ابقى ادخل في كونتريبيوشن على حاجه اوبن سورس، اعمل بروجكت كبير انا واصحابي، يبقى دخل الماركت بحاجه بسيطه حتى لو هو اي كوميرس بروجكت صغير او وات بس ايفر. جربنا حاجه كان في مثلا بقى في ناس كاستمر بتستعمل هذا الشيء، انا مش عامله عشان انا اطلعه واحطه في السي في ويتركن في البورتفوليو وخلاص خلصنا. فاهم قصدي؟ فانت عشان تطلع لكاستمرز فانت هتمر بمراحل ما، المراحل دي مش هتعملها لنفسك لو هو بيرسونال بروجكت. مش هتعمل بيمنت جيت واي، مش هتهندل ترافيك مثلا، مش هيبقى عندك ترافيك ديستريبيوشن، في كذا قصه ممكن تعرض نفسك لده لو انت بتعمل بروجكت على سكيل انه يطلع لكاستمرز، كومبير تو ان انا اعمل بروجكت على سكيل انه بيرسونال بروجكت او سايد هاسل، حاجه بعملها لنفسي وخلاص. ممكن تعمل حاجه فور كوميونتي، يعني ممكن تعمل حاجه للناس اللي معاك في الكوميونتي، اللي هم مثلا في الجامعه المنطقه بتاعتي في الفيلد. انا عملت بروجكت عملت حاجه مثلا بتساعد السوفت وير انجينيرز ان هم مثلا يابلايوا على ريموت جوبز. اوكي. عملت حاجه بتساعد السوفت وير انجينيرز ان هم مثلا يا سيدي بيعملوا تاسك ديستريبيوشن. عملت حاجه زي نوشن اتسترا. عملت بروجكت ممكن حتى يخدم على الناس اللي في الفيلد. انا مش يعني بديك كل الاوبشنز المتاحه اللي انت ممكن تعملها، بس اديني اماره ان انت اشتغلت على نفسك بطريقه ما او باخرى، ما تطلعليش من الجامعه ابيض. اوكي. فاهم قصدي؟ لازم ابقى عملت اي حاجه تدي انديكيشن ان هي الحاجه دي اشتغلت او كنت كونتريبيوتور فيها. ده من وجهه نظري. برضو انت قول لي وجهه نظرك ايه. انا معاك 100%. وانا زي ما انت كنا بنتكلم في الحته بتاعت انا حابب اشوف، او انا كسينيور حابب اشوف الجونيور او الفريش جراد اللي معايا دوت حد حفروك وحد بيشتغل وبيروح يدور وكده. انا برضو كريكروتر انا هبقى حابب ان انت اكيد خلينا نتفق 100% اللي هو اللي معاه اكسبيرينس احسن من اللي معهوش اكسبيرينس، اللي دخل في كلتشر قبل كده واشتغل فيها، وخصوصا كمان لو كانت شركه كبيره او شركه طبعا معروفه طبعا او وات ايفر بتديله سكيل. طب واللي دخل في شركه اصغر لو هو هيشتغل في بروجكت كبير شويه فده انذر سكيل. فانت تخيل انت ما عملتش اي حاجه من ديت. طيب في فرص قدامك انك تعمل حاجه. انت ممكن تبدا حاجه بتاعتك. احنا دلوقتي ما شاء الله جين زي بقى خلاص كلهم انتربرنورز وكلهم عندهم البروجكت بتاعهم، عندهم الستارت اب بتاعتهم. خلاص اكتب ده، انت عملت حاجه وفي 50 واحد استخدمها وهم ما زالوا مستخدمين ليها، بس ما تكتبش سي او يعني للحاجه الفلانيه دوت. اكتب كنت سوفت وير انجينير في البروجكت الفلاني اللي بيعمل 1 2 3 4 او دي ريسبونسبيلتيز بتاعتي. فلما هتدخل في الانترفيو هيبقى عندك قصه تحكيها. احنا بنعرف منين نقول الشخص دوت شخص خبره في الحياه؟ هو عنده قصص، هو مر بحاجات كتيره في الحياه، خلاص بقى يعرف اللي هو ده في الحياه. مش بتكلم على الكارير كمان، لا خلاص بقى يعرف اللي انا عشان اوصل للبوينت الفلانيه، حتى لو هو يعني درايفر يقول لك لا انا اسرع طريق انا اروح في الحته دي، انت تمشي تروح من جسر السويس لما ممكن تمشي كده. فده حد عنده اكسبيرينس. فانت اطلع عندك اكسبيرينس، ما عرفتش ده بيلد يور اون اكسبيرينس. انا بقول لك هتطلع في الاخر عشان برضو تبقاش بتكسبكت ان انت وانس ان انت اتخرجت وما عندكش اي حاجه خالص وبتدور على شغل، انت هترجع تعيد نفس السايكل وتقعد تدور على الانترنشيب عشان تحط حاجه في السي في عشان تعرف تقدم على شغل، فهتاخر نفسك من غير لازمه. بالظبط. ما ترميش البيت بتاعك او ما ترميش الرهان بتاعك على ان انا لا عادي بعد التخرج اكلم ابن خالتي في البتنجان مش كل الناس عندها كمان ابن خاله يعني بكلم حد يهندل لي القصه دي، ما تمشيش كده يعني. اوكي. طيب خلينا نرجع للقصه بتاعه لينكد ان. انا قلت لك او اسقطت ده على نفسي ان انا جبت منه شغل. اوكي. انت بالنسبه لك لينكد ان ده حاجه هل فعلا ممكن نستفيد منها او ممكن نجيب منها شغل، ولا هو بيصدر توكسيك بوزيتيفيتي؟ اوكي. طيب انا بص، احنا في البودكاست دوت اتفقنا ان احنا نقول كلام مختلف يعني مش بنقول كلام بنرضي بيه طرف معين. لا او احنا مش ابيض واسود. لا انا من وجهة نظري وده برضو كلام بتاعي انا بقول لك هو الاثنين.
يعني هو المكان اللي انت ممكن تشوف فيه حد عشان خاطر اشترى لابتوب هيكتب لك ستوري طويله ويقول لك ان انا كنت بعاني بقى، طبعا من انجلش بقى عشان خاطر الناس برضو نبقى بروفيشنال يعني، أيوة، ان انا كنت بعاني وشغال السنين اللي فاتت كلها على اندرويد 4 وكان معايا نوكيا بزراير، لكن دلوقتي بعد معاناه وبعد مش عارف ايه نزلت واخترت رام كذا وكور كذا وبقى عندي. ناس هتكتب قصص من حاجات بجد فاضيه. انسباير. حد خد كورس على يوديمي او وات ايفر، يكتب حاجه لينك يعني حاجه طويله عريضه على لينكدين والناس تسقف له، عايز الناس تسقف له بتاع. هتلاقي فيه ده، وهتلاقي فيه على النقيض حد تاني بيديلك فعلا اكسبيرينس من عنده. هتلاقي فيه انت اصلا قبل، يعني دي بيزد اون ماي اكسبيرينس شفتها على لينكدين، قبل ما الريكروترز يبداوا ينزلوا الشغلانه على لينكدين بتلاقي المانجرز بيبداوا يقولوا ان احنا عندنا 1 2 3 4، ولو انت عايز مش عارف مثلا سند ان ايميل النتورك على بتاعته. بالظبط وزن النتورك بتاعته. فانت لو فعلا على لينكد ان شغال عليه بتبيلد يور اون، خلينا نقول اكسبيرينس على لينكد ان، وبتبيلد يور اون فعلا نتورك، وبتسلكت الناس اللي هتبقى انت موجود عندهم في النتورك وهم يبقوا موجودين عندك، هتقدر بسهوله تجيب من عليه شغل. مش عايز اقول ان انت 100%، بس انت زي ما قلت ان انت الشغل ده جبته على لينكد ان، عايز اقول لك ان انا كمان جبته على لينكد ان، او لينكد ان هو اللي حصل مانجر كان منزل كذا وشفت شيرز، دخلت لقيت فعلا الشغلانه دي بعدها بيومين، يعني انا دخلت عملت ابلاي قبل ما الشغلانه تبقى موجوده على لينكد ان. فهو مكان انا جبت منه شغلانتي دي، جبت الجراديوت بروجرام اللي انا لما اتخرجت جبتها من على لينكد ان. فهو مكان هتشوف فيه التوكسيك بوزيتيفيتي، وهتشوف فيه ناس كمان بتبيلد ستوريز كبيره وتقول لك انا بقعد في الشغل 9 ساعات و10 ساعات بعد وقت الشغل، ده غير وقت الشغل، عشان خاطر ذا كوست اوف جريتنس، وقريناها دوت زمان. ده الكوست اوف جريتنس، والناس هتبقى عايشه الستوريز بتاعتهم هم. فانت يا اما هتتعقد وان انا لازم عشان خاطر ابقى زي الناس ديت فانا لازم اعمل 1 2 3 4 وايه الناس دي وبتعمل كل الكلام ده ازاي. انت ببساطه لما تلاقي حاجه مش عاجباك على لينكدين اعمل ليها ميوت، اعمل انفولو للشخص دوت، سكيب بمنتهى البساطه. ما تقفش عند الحاجه اللي هتعطلك والحاجه اللي هتضايقك. فلو انت شايف ان ده حاجه توكسيك خلاص سكيب، وما تقولش ما تشيرش وترد عليه وتقول لا انت ده توكسيك والحياه مش كده الا لو انت فاضي. لكن ممكن تستخدم لينكدين كتول من اهم التولز اللي موجوده في المجال بتاعنا بالذات، تبيلد يور اون اكسبيرينس ويور اون نتورك على لينكد ان، تسعى في حته ان انت تجيب من عليه شغل، لان هو فعلا عليه شغل وبقى اسهل طريق يعتبر ان انا الاقي من عليه شغل. لان في الاول وفي الاخر انا عشان زمان الناس عشان كانت تلاقي شغل كانت بتشتري الجورنال اللي هو فيه صفحه الوظائف ومش عارف ايه، الابجريد بتاعنا نروح نفتح بقى صفحه الكارير بورتال بتاعت كل شركه، بالظبط، اقعد بقى ادور على الكارير بورتال، اقعد بقى اعيش عليه. هي الشركات خلاص بقى في كمان الريكروترز بقى بتعمل هيد هانتنج كمان، بس ده ممكن شويه مش للفريش جرادز قوي، بس بتلاقي ان هم بيسيرشوا بكي ووردز معينه ويجوا لك هاي عمر انا شفت ان انت عندك الامبريسيف اكسبيرينس. وخلينا نتكلم برضو من باب ده من على ارض الواقع، احنا بيحصل معانا ده كتير كذا مره، ريكروتر يدخل يكلمك، ده كمان بيحصل لك مع الوقت. كل ما انت الوضع بتاعك على لينكد ان بيكون احسن، السكيل بتاعه بيكون احسن، الامباكت بتاعك شغلك بيبان على لينكد ان اكتر، المعدل الريتش اوت من الريكروترز على الدي امز بتاعتك في ان هم بيدوروا او بيحاولوا يتارجتوك علشان عندهم مثلا فيكنسي او عندهم بيدوروا على تايتل معين، ده بيزيد. فانا لمست ده المعدل ده بيزيد جدا مع الوقت. يعني انا بقول لك انا في الاول ما كانش فيه اي حاجه في اي حته خالص، بس طول ما انت بتكبر وطول ما انت بتحط الاتشيفمنتس بتاعتك وهكذا، الجروث الطبيعي هيجيب لك الكلام ده عاجلا او اجلا. اوكي، طب خليني بقى بما انك انت قلت طول ما انت بتكبر وبقى عندك شغل، خليني اعرف منك كده، انا كفريش جراد بعمل مثلا يعني حاجه سايد، مثلا بروجكت سايد مع نفسي، او انا شغال في شركه بتعمل 1 2 3 4 وانا بعمل 1 2 3 4 دوت اون ديلي بيسز مثلا، وبنطلع ابلكيشن وبتاع، انا على لينكد ان او عموما ازاي ابيع شغلي ده؟ طيب خلينا نتكلم في جزئيه ازاي ان انت تشو كيس الحاجه اللي انت بتعملها، او ازاي ان انت بالبلدي كده تبيع الشغل اللي انت بتعمله. اوكي طيب والله هو في اكتر من طريقه. مبدئيا انا مش من الناس اللي بتفضل فكره السنجل بوست، انا عملت كذا وابدا احكي في موشح طويل عريض انا عملت ايه. انا مش من التيم اللي بيشجع الطريقه دي، بالعكس انا بشجع طريقه تانية، الا وهي ان احنا نسبلت الاتشيفمنت على بارتس.
أوكي. بمعنى اولا انا هدي لنفسي مساحه ان الناس تبدا تبقى الكيوريوستي بتاعت الناس تبقى انا عايز اشوف البارت اللي جاي ده عمل ايه، خصوصا لو انا بتكلم في حاجه انا مش عايز ابقى ابص للموضوع من منظور جينيريك اللي هو انا عملت اي كوميرس ابلكيشن. لا، انا عايز ابقى مثلا احنا هبوست ان انا شو كيس او هتكلم مع الناس في التشالنجز اللي قابلتني وانا بامبلمنت اي كوميرس ابلكيشن واحد لواحد من الكاستمرز مثلا اللي انا شغال معاهم، وهبدا اشوف التكنيكال ديبثs اللي كانت وقت الامبلمنتيشن موجوده، وهشو كيس احنا لما قابلنا الدبت ده عملنا ايه، وابدا اشوف لو في حد مثلا بيقترح امبلمنتيشن تاني، ويبقى زي اوبن ديسكشن على البوست اللي انا بكتبها. منها ان الناس اللي مهتمه بالحاجه زي كده تكنيكلي تديني انسايتس، بلس ان انا وقتها هتعرف ان انا مثلا فلان، لا ده فلان ده مثلا جرب التكنيكال ده قبل كده، فاحنا مثلا تكرار الكلام ده. انت برضه في الاول والاخر الناس اللي بتسكرول دي مع مره في مره في مره في مره الاسامي بتثبت انه فلان ده بيبوست كتير فبيتكلم في الحاجات التكنيكال اللي هو بيشوفها، انا عرفت ان احمد خالد مثلا ده واحد بيشتغل على تكنيكال داتس كتيره فبيبوست دايما الاكسبيرينس بتاعته للتشالنجز الجديده اللي مثلا ما بتبقاش فريكوينتلي بتشافها من الناس الثانيه، فانا مهتم ان انا اتابع محتوى احمد خالد. اوكي. الريكروترز لما يبداوا يخشوا على بروفايل احمد خالد يشوفوا احمد خالد عنده كونكشن بيس كبيره، ناس بتنتراكت مع البوست بتاعته، فاحمد بيرد بشكل ما هواش كليشيه ولا كاتب كلام بالاي اي ولا الكلام اللي بنشوفه دلوقتي ده. اوكي. فاحمد عنده تكنيكال نو هاو، في نولج موجوده، واحمد بيشو كيس النولج دي بشكل كويس. الشو كيسنج نفسه از سكيل، والريكروترز بيبصوا على ان انت ازاي تعرف تعمل ده، عشان انت هتعمل ده في شغلك في الشركه لما تيجي تنفذ ده كبرزنتيشن، لما تيجي تبريزنت مثلا في اول هاندز، لما تيجي تبريزنت في هادل، لو تيجي تبريزنت في اي حاجه وتقول يا جماعه احنا التيم بتاعنا اشتغل على كذا وعمل 1 2 3 4، انت بتبيع اللي التيم بتاعك عمله، بتبين قد ايه الاتشيفمنت اللي التيم بتاعك عملها دي كبيره. اوكي. فانت محتاج تتعلم ده على السكيل بتاع لينكد ان عشان تعرف تعمله على سكيل شغلك. تمام. فانا بالنسبه لي زي ما قلت لك بفضل انك تبريك الداون وتخلي الموضوع زي اوبن ديسكشن. لما تيجي تتكلم في اريا هي شويه ما هياش كلير مثلا بالنسبه للناس، مثلا مش هعمل بوست اتكلم فيه عن ازاي عملت ريست اي بي ايز في ما مش بيميك سنس يعني. بس مثلا كان في كونكتيفيتي وفي ديبندنسيز مع ثيرد بارتيز، وكان في مثلا ايدج كيس، فعملت ارتكل او بدات اكتب على ديف مثلا ديف كوميونتي، بدات يبقى عندي زي بوستنجز بشكل دوري على وات ايفر الاوبن سورس الاوبن كوميونتي اللي موجوده، اللي انت مثلا ممكن تكتب عليها ارتكلز وتبدا تشير الارتكلز دي على لينكد ان، والناس تبدا انها تسمع او تتفرج على الكلام ده. بالمناسبه الاوبن كوميونيتيز بتاعت الارتكلز دي عليها اصلا ناس بتبقى مهتمه انها تسمع وتشوف المواضيع الترندنج الجديده اللي الناس بتقابلها وهكذا. فاحنا مثلا عندنا ناس ستيل في الشغل دلوقتي على جنب لما بياتشيفوا حاجه في او يعملوا مثلا امبلمنتيشن جديد، او مثلا يعملوا مايجريشن من حاجه كانت تقيله قوي لحاجه حسنت او سرعت او سهلت او بيبدا ان هو يعمل توك بره ويجيب الانجينيرز اللي كانوا شغالين في نفس المجال ويقول لهم احنا عملنا ده ازاي. الشركات نفسها الكبيره بتهوست الموظفين اللي في الشركات اللي استعملوا السوليوشنز بتاعتها في ان هم مثلا يحسنوا من حاجه معينه عندهم في الشغل. فتلاقي امازون بتهوست ناس من شركات اللي بتستعمل اي دبليو اس سيرفيسز في ان ازاي هم مثلا عملوا مايجريشن او عملوا اوبتمايزيشن لحاجه معينه من كذا لكذا وده اثر معاهم في كذا. فتلاقي ان الشركات بتدور على الناس اللي بتقدر انها تبيع او تقدر انها تبين ان احنا عملنا حاجه او وصلنا لاتشيفمنت معين بطريقه تخلي الناس مهتمه انها تسمع. انا عايز اسمع وعايز استفيد من اللي فلان ده بيقوله. مش زي ما انت كنت بتتكلم دلوقتي، مش كل لينكد ان عباره عن توكسيك بوزيتيفيتي، في ناس بتقول كلام مهم، في ناس بتقول كلام المفروض ان هو يتسمع. فدي واحده من الطرق اللي انا مقتنع بصراحه، او ده الابروتش اللي انا مقتنع بيه في قصه ان انت ازاي تبيع الحاجه بتاعتك. وخليني شويه اشعبول لي بعض الكلام كده شعبول لي يعني انا برضو في بوينت بس عايز ابدا بيها، ان هو لو انت فعلا بتعمل ريست اي بي اي وانت شايف ان دي كان في تشالنج النهارده قابلته، انا من وجهه نظري عندي وجهه نظر شويه مختلفه. طالما انت قابلت تشالنج ف 100% في كام واحد غيرك قابلوا تشالنج نفس التشالنج دي، فانا ما عنديش مشكله ان انت تقول انا بالرغم من بساطه الموضوع، بالرغم ان الناس كتيره ممكن تبقى عارفه ازاي تعمل ريست اي بي ايز، هاو ايفر انا النهارده قابلتني 1 2 3 4 وانا بعملها يعني كنت اول مره اعملها. فلو انت فريش جراد كمل معايا البوست ده عادي، وانا حتى ممكن ابقى عارف ازاي الريست اي بي اي بتتعمل. هاو ايفر انا هروح لا وهعمل هشوف البوست دوت بيحصل فيه. طيب دلوقتي احنا كنا بنتكلم ازاي تبيع شغلك، وكان اغلب الكلام دوت على السي في ولينكدين. جينا لمرحله الجد وانا قدمت على الشغل في لينكدين، وبالصدفه لقيت في انترفيور باعت لي على الايميل بيقول لي انا دلوقتي عايز اتكلم معاك، انت فاضي مثلا امتى عشان خاطر نعمل سكريننج كول. هنتكلم في الانترفيوز. طيب
هنخلي ده بقى في بارت 3 ان شاء الحلقه اللي الله، جايه، حلقه تانية عشان ما يبقاش طولنا على الناس. نتكلم فيه ان شاء الله في الحلقه الجايه. شكرا ليك.